عندك صف 52 ده فيها جول بتصفي 60%. الفحل اللي بيضحي يخلي باله من ايه وهو بيشتري. اهم حاجه يكون بيثق في اللي بيشتري منه. الحته بقى بتاعت اللحمه بتخضر دي بقى، في زبون بيذبح ويبقى مستعجل وعايز ياخد الحاجه ويمشي بسرعه. كل سنه وانتم طيبين. بكره العيد، ربنا يا رب يعيدوا عليكم الايام بخير. النهارده انا عند جزاره الواحه هنساله كام سؤال كده، ازاي الواحد يختار الاضحيه الصح، وازاي اللحمه بتصفي، يعني ازاي العجول دي اللي ورانا تصفي، والتصفيه دي هتبقى حاجه مهمه جدا، وازاي الواحد يحافظ على لحمته وما تخضرش منه. ودي حاجه مهمه جدا، ان في ناس بتذبح وبعد ما بتذبح اللحمه بتبوظ. معلم ياسر، كل سنه وانت طيب. قول لي بقى المشكله اللي بيقع فيها الناس اللي انت لسه متكلم فيها بتاعه التصفيه دي، نشرحها للناس كده. يعني لو عجل زي ما قلنا كده 400 كيلو، التصفيه لما العجل يختاروا مظبوط التصفيه تطلع كام؟ من 55%. دي اشرحها لي. يعني حضرتك 55%، يعني لو العجل 400 كيلو 55 على 100 يصفي 220 كيلو بالعظم. بتاعت اللحمه بتخضر دي بقى، بص هقول لحضرتك دي مهمه بقى. في زبون بيذبح ويبقى مستعجل وعايز ياخد الحاجه ويمشي بسرعه. لازم العجل يتشمع. يعني ايه يتشمع؟ يعني لازم العجل ميته تهدى شويه والعجل يهدى من يتهوى ويبقى لازم العجل على الاقل ساعه